ثانوية عامة الفترة الأخيرة بقت مشاكلها كتير جدا، وحصل فيها قرارات كتير جدا وترت الطلاب وأولياء أمورهم، وعشان كده ممكن تبقى أنت دلوقتي ولي أمر بتدور لابنك بعد الإعدادية على مدارس تانية غير الثانوية العامة، أو بتدور لأخوك الصغير مثلا، أو يمكن أنت دلوقتي بتتفرج عليا وأنت الطالب نفسه اللي بيفكر يدور على بديل تاني غير ثانوية عامة. وعشان كده أنا جاي أكلمك في حلقة النهاردة عن أحسن 7 بدايل لثانوية عامة، وحاولت أخليهم متنوعين ما بين لو أنت أصلا درجاتك قليلة وعايز تدخل حاجة بديل الثانويه العامه لانك ما جبتش مجموع ثانويه عامه، او انت مجموعك عالي جدا وعايز تدخل حاجه بديل الثانويه العامه وتعمل فيها طفره وتعمل فيها حاجه ما كنتش تقدر تعملها في ثانويه عامه. وكمان اغلب المدارس اللي هكلمك عنها النهارده تقدر تشتغل بعدها على طول، وكمان هكلمك عن مدارس تقدر من بعدها تكمل في الجامعه لو عايز وتدخل كليات زي حاسبات ومعلومات وهندسه كمان. يعني باختصار حلقه النهارده مهمه جدا، فلازم تجيب ورقه وقلم وتركز معايا دلوقتي سواء انت ولي امر او طالب. فلو عايزين تعرفوا اكتر يبقى لازم دلوقتي تصلوا على النبي وتتابعوا الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم ان احنا هنا في القناه بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. وتعالوا يلا نتكلم عن ايه هم بقى ال7 بدايل الحلوين اللي ينفع نستبدل ثانويه عامه بيهم. رقم 1 لحبايبنا اللي مجموعهم ما كانش قد كده، لان جايب لك مدرسه بتاخد من مجموع 160 درجه، يعني يا دوب تكون لسه ناجح، وهي مدرسه غبور للسيارات. يعني كمان مش جايب لك حاجه اي كلام، طبعا غبور غني عن التعريف ومشهور جدا في مجال السيارات، ولو ما تعرفوش روح ابحث مين شركه غبور ومين غبور ده. الحلو بقى ان هم عاملين مدرسه باسمهم، وطبعا الناس تخصصها كله في العربيات، يبقى الطالب اللي هيدخل المدرسه بتاعتهم هيتعلم ازاي يصنع ويركب ويفكك ويصلح ويعمل صيانه للعربيه. والمميز جدا في المدرسه دي ان اللي هيعلموك هيبقوا مصريين والمان، طبعا لازم يبقوا المان عشان تتعلم من الشغلانه على اصولها. وزي ما قلت لكم المجموع المطلوب بتاعك هو انك تجيب 160 درجه فاكثر. تاني مدرسه معانا برشحها لك وبقوه هي مدارس السويدي. وطبعا لو انت كنت تعرف او تسمع عن البرنامج بتاع شارك تانك فانت اكيد سمعت اسم السويدي قبل كده وشفته، لان رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه دي كان موجود في البرنامج. المدرسه دي بتاخد من مجموع بيبدا من 220 درجه فاكثر، بتتعلم فيها صناعه الحديد والصلب، وطبعا اصلاح وصيانه الماكينات. وطبعا شركه زي السويدي مشهوره بالصناعات الكتير بتاعتها وان هي بتدخل في مجالات كتير جدا. فاغلب المجالات اللي السويدي بتشتغل فيها سواء بقى سلوك الكهرباء او ايا يكن، انت بتتعلم الصيانه بتاعتها وتصنيعها وكل حاجه بخصوصها في المدارس دي. لان ببساطه اي مدرسه النهارده هكلمك عنها الشركه اللي عاملاها، فالشركه الهدف بتاعها ان هي تجيب الطلاب تعلمهم بعد كده بتعينهم في الشركات بتاعتها. يعني انت بتبقى بتشتغل وضامن ان انت بعد ما تتخرج في مكان تشتغل فيه. يعني تقدر تقول ان هم بيجيبوا الطلاب يعلموهم في المدارس بتاعتهم عشان لما يخرجوا ويشتغلوا معاهم في الشركات بتاعتهم يبقوا متاكدين ان الطلاب دول لما يشتغلوا عارفين هم بالظبط بيعملوا ايه، لان الشركه اللي معلماهم بنفسها فمتاكده من جوده الشغل بتاعهم وانهم هيطلعوا الشركه يودوها في حته تانية. ثالث مدرسه معانا ودي بقى مدرسه للناس اللي جايبه درجات كويسه جدا والناس المتفوقه، وهي بالتاكيد مدارس ستيم، مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا. المدرسه دي يا صديقي شرطها انك لازم تكون جايب 98% في نتيجه الاعداديه ومقفل ماده واحده على الاقل من الثلاث مواد دول اللي هم الانجليزي والعلوم والرياضيات. هيجي واحد صاحبنا يقول طب والله يا طارق انا شاطر ومتفوق بس ما جبتش 98، انا جبت مثلا 97 96. هقول لك ان هم برضو بيقولوا ان انت ينفع تدخل المدرسه دي لو جايب 95%، بس وقتها بدل ما تكون مقفل ماده واحده من الثلاثه، لا على الاقل تبقى مقفل لي مادتين. يعني مثلا تبقى مقفل انجليزي وعلوم او رياضيات وانجليزي، اي مادتين من الثلاث مواد تبقى مقفلهم وجايب 95% تدخل المدرسه. طب يا طارق انا ولا جايب 98 ولا جايب 95، مفيش امل ان ادخل. هيبقى ساعتها يا صديقي لازم يكون معاك براءه اختراع، انت شخص مخترع وشخص جامد وعملت حاجات محدش قدر عليها وفي سن صغير ما شاء الله، فطبعا هم هيدخلوك. يعني هيدخلوك انت شخص نابغ اصلا. وانا اعرف ناس بشكل شخصي كان معاهم براءه اختراع ودخلوا ستيم رغم ان هم ما كانوش جايبين درجات في اعداديه قويه قوي. وطبعا لازم تبقى عارف ان المدارس دي مدارس مش عارف اسمها داخليه او داخليه حاجه زي كده، اللي هم يعني من الاخر الطالب مش بينام عندك في البيت، ابنك مش بيرجع البيت ينام، ابنك بيبقى في المدرسه بتاعته وهم موفرين له السكن بتاعه، وبيبقى عليهم بقى اكله وشربه ولابتوبه وسكنه ومواصلاته ومتكفلين بيه. طبعا لو انت عايز بقى تعرف اكتر عن المدرسه دي وفرص الشغل بعدها وبتعمل ايه والمصاريف اللي بتدفع، اللي هي بالمناسبه مش حاجه كبيره ولا حاجه واو ولا حاجه غاليه اصلا، وفيها مبالغ بترجع لك بعد كده، لو عايز تعرف كل التفاصيل دي
اكتبوا لي في التعليقات، لان مدارس ستيم من المدارس اللي تستحق ان احنا نعمل لها فيديو كامل. فلو انت مهتم بالمدارس دي او ابنك جايب درجات كويسه او انت جايب درجات كويسه، اكتب لي في التعليقات وهعمل لكم عنها فيديو كامل باسرع شكل ممكن. وطبعا اي مدرسه تانية اتكلم عنها النهارده وانت مهتم بيها اكتب لي برده في التعليقات واعمل لها فيديو لوحده. دلوقتي تعمل لي لايك، تعمل لي سبسكرايب، تفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، لان ممكن اعمل للفيديو ده جزء تاني او ممكن اتكلم عن حاجات تانية تفيدكم. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تحت رقم 50 عشان اعرف مين صاحبنا المركز ومصحصح ولسه متابع معايا الحلقه لغايه دلوقتي. المدرسه رقم 4 هي مدرسه توشيبا العربي، ودي من مجموع 220 فاكثر. طبعا مدرسه عاملاها شركه العربي، يبقى انت اكيد حد هتتخصص في الصيانه والتصنيع والاجهزه الكهربائيه بقى بشكل عام. والجميل قوي في المدارس دي ان اللي بيتفوق فيها الشركه بتوفر له منحه لدوله اليابان، يروح بقى يتعلم التصنيع والصيانه على اصله. وطبعا لو انت شغلك كويس واتخرجت من المدرسه دي فانت ضامن الوظيفه بتاعتك في شركه العربي، اللي هي واحده من اهم واكبر الشركات الموجوده في مصر اللي اي حد يتمنى ان هو يشتغل فيها. فانت دلوقتي هتتعلم من العلم بتاعهم والخبره العاليه اللي عندهم، فطبيعي لما تيجي تقدم في وظيفه عندهم هتتقبل ان شاء الله. المدرسه رقم 5 هي مدارس وي للاتصالات، طبعا من اسمها دي مدارس تابعه لشركه وي، ودي درجتها بتبقى اعلى شويه من حوالي 250 درجه. وكمان عشان تتقبل في المدارس دي لازم يتعمل لك اختبارات وكشف طبي. والحلو في المدارس دي انك ممكن لو تفوقت وجبت فيها درجات كويسه تكمل بعدها وتدخل الجامعه وتدخل كليات زي حاسبات ومعلومات وكليه هندسه، بس بتدخل اقسام معينه زي اتصالات وشبكات وكهرباء، يعني الحاجات اللي متخصصه بالاتصالات وشركات زي وي والشغل بتاعها والكهرباء بتاعتها والحاجات دي. يعني الحلقه بتاعت النهارده شوف لو في شركه عامله لك مدرسه، شوف الشركه دي شغاله في ايه، انت لوحدك هتفهم انت هتدرس ايه في المدارس بتاعتها. رقم 6 مدرسه الطاقه الشمسيه، ودي من مجموع 260 درجه. وطبعا طاقه شمسيه يبقى انت هتدرس ازاي تنتج خلايا الطاقه الشمسيه، وازاي تعمل لها صيانه وتصليح وتنظيف وكل التفاصيل بتاعتها، وازاي تتعامل مع النوايا الكهربيه والاسلاك الكهربيه وكل الشغل اللي له علاقه بالطاقه المتجدده والطاقه النظيفه والطاقه الشمسيه والحاجات دي كلها. وطبعا مصر بتتجه بشكل قوي ناحيه الطاقه الشمسيه دلوقتي، ودول بره كتير مهتمه بالطاقه الشمسيه، فانت لو درست في مدارس زي دي ليك فرص كتير جوه مصر وبره مصر. رقم 7 واخر مدرسه معانا هي مدارس الضبعه النوويه، ودي بتاخد يا صديقي من مجموع 265 درجه. المدرسه دي فيها 3 اقسام وهم كهرباء، الكترونيات، ميكانيكا. ومصاريف المدارس دي حوالي 4000 جنيه في السنه، ممكن تقل حاجه خفيفه او تزيد حاجه خفيفه. وطبعا الضبعه النوويه معروف انت هتدرس ايه، يعني من اسمها الشغل بقى النووي وازاي تولد منه كهرباء اللي هي المنطقه بتاعت الضبعه النوويه، لو بحثت عنها هتفهم الحوار ده اكتر. وبس كده يا صديقي اكون اتكلمت معاك عن اهم 7 بدائل للثانويه العامه. طبعا في بدائل تانية كتير، لو عايزين نعمل جزء تاني ونتكلم عن بدائل تانية اعملها لكم. لو في مدرسه معينه منهم انت حبيتها وحاسس ان هي شبهك وعايز ليها تفاصيل اكتر، اكتب لي تحت في التعليقات واعمل لكم فيديو كامل عن المدرسه دي، شروطها وتفاصيلها وفرص العمل منها وينفع تخش بعدها جامعه ولا لا، كل التفاصيل بتاعتها. اكتبوا لي بس في التعليقات انتوا عايزين نتكلم عن ايه وعناية الاتنين ليك. المهم انت كمان ما تبقاش نسيت تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس. ولو وصلت لغايه هنا انزل اكتب لي تحت في التعليقات تمت بحمد الله عشان اعرف مين صاحبنا البطل اللي كمل الحلقه دي للنهايه. اتمنى لكم التوفيق، ولو عندك اي استفسار ابعت لي على الانستجرام سواء انت ولي امر او طالب، وان شاء الله هرد عليكم في اقرب فرصه. اتمنى الفيديو يكون لطيف وخفيف وتكونوا استفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.